ما سألتش نفسك في مرة ليه اليوم بتاعنا 24 ساعة بالظبط؟ ليه مش 25 مش 20 ولا أي أرقام تانية؟ تعالوا نعرف. القصة بدأت مع المصريين القدماء. المصريين كانوا أول ناس يقسموا اليوم، قسموا النهار ل10 أجزاء بالمزاولة الشمسية. وعلشان تفهم إيه هي المزاولة الشمسية ببساطة، دي كانت الساعة بتاعت زمان قبل ما يكتشفوا الساعات الحديثة اللي هي حاليا. الفكرة إنهم كانوا بيجيبوا عصاية ويوقفوها في نص دايرة مرسوم عليها خطوط، ولما الشمس تتحرك في السماء العصاية بيبان الظل بتاعها على الخطوط دي. كل خط معمول بيوريك وقت معين، 9 الصبح، 12 الظهر، 3 العصر، وهكذا. وبعد ما اعتمدوا على ال10 أجزاء زودوا عليهم وقت الشروق ووقت الغروب، فبقى عندهم 12 ساعة للنهار. طيب خلصنا من النهار، بالليل بقى كانوا يعملوا مفيش أي ضوء قوي يخلي العصاية يبقى لها ظل وينعكس على مدار الليل كله. ببساطة بالليل كانوا بيبصوا للسماء لقيوا في 12 مجموعة نجوم بيسموها نجوم ديكانيا. كل مجموعة منهم بتظهر في توقيت منتظم، فاعتبروا كل واحدة بتظهر عبارة عن ساعة، يعني 12 ساعة نهار و12 ساعة ليل قد ال 24 ساعة بتوع اليوم كله. وبس كده. معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت متنساش اللايك والشير، واستناني في اللي جاي.